غادة علي عبد الفتاح حجازي، مشرف فروع شرق خدمة عملاء. الحمد لله رب العالمين، كان أول إنجاز لينا إن إحنا حصلنا على التميز الحكومي السنة اللي فاتت، خدنا مركز رابع فيه. وده كانت شركة القابضة على مستوى شركات المياه كانت عاملاها. فالحمد لله رب العالمين كان لينا فضل من عند ربنا، وكان حصلنا على المركز الرابع. نادي إن شاء الله داخلين بإذن الله. احنا لسه هو بنبتدي في المرحلة الأولانية اللي هي مرحلة رفع الملفات، إن شاء الله تنتهي يوم 30/6. بعد كده هو المسابقة دي عبارة عن بنشوف الخدمات اللي احنا بنقدمها للجمهور، تميز حكومي، ايه اللي احنا بنقدمه للجمهور وبنقدمه لإسعاد الجمهور والموظفين كمان، يعني مش المتعامل فقط، لا ده المتعامل والموظفين. فبنشوف ايه الخدمات اللي بتتقدم من خلال المركز على للفرع كل او للمركز كله. طبعا حضرتك جيتي دخلتي شفتي المنفذ شكله عامل ازاي. كل سنه بنحاول نجدد فيه، بنعمل حاجات مثلا مسبق دفع، يعني استاذ احمد فراج طبعا بيحاول ان هو يظبط الدنيا، تقسيمه المنفذ من نفسها، بحيث ان رحله المتعامل اللي تبقى من اول ما العميل يدخل تبقى الرحله سهله، ويعني الخدمه بتكون جيده جامد جدا وممتاز فوق الممتاز كمان. احمد فراج، مدير مركز خدمه عملاء فرع الرمل. الاول انا بس حابب اوضح بس نقطه واكمل مع رئيستي مدام غاده. ان احنا كانت مهمتنا الاساسيه ان احنا طبعا نشتغل على اسعاد العميل. العميل عايزين نغير له فكره حته ان هو جاي جهه حكوميه ازاي. لا، انا عايز اغير لك فكره ان انت جاي هتاخد خدمه، انت ملزم عندي ان انت لازم تستلم مني خدمه كويسه، اجراءات ميسره، وفي نفس الوقت ان انا احاول ان انا برضو احفظ للدوله وللشركه وضعها القانوني بالنسبه للشارع السكندري. اشتغلنا كتير على حته فئه كبار السن. قدرنا ان احنا نحاول نوعي الناس دي ان انتوا تيجوا لنا في اي وقت، ما بنشتغل معاكم في مواعيد العطلات الرسميه. اي وقت انت متاح ليك ان انت تيجي فرع الرمل هنا تاخد اولويه دخول على اي شباك خدمه. بدات تاني حاجه اشتغل على الفئه المتوسطه من العمر اللي هي فئه السوشيال ميديا والتكنولوجيا. حاولت ان انا اوصل لهم فكره ان احنا سباقين معاكم بموضوع التكنولوجيا في حته ازاي تقدم عندي على الخدمات بتاعتك عن طريق التليفون بتاعك، عن طريق الويب سايت بتاعك، ازاي تقدر تاخد خدمه ميسره، وان انا كمان ممكن احجز لك مواعيدك انت تقدر تيجي فيها. في نفس الوقت الخدمات دي كلها باحاول ان انا احفظ كيان الموظف فيها، وان انا اعمل له دايما موتيفيشن، واعمل له دايما حافز ان هو يقدم خدمه كويسه للمتعامل، وفي نفس الوقت يبقى في ميثاق متعامل بيني يعني في ميثاق ما بين المتعامل وما بين الموظف، ان ازاي المتعامل ليه عندي حقوق والموظف ليه عند المتعامل حقوق. كل ده حاولنا ان احنا نجمعها في باكج معامله واحده. ربنا كرمنا باذن الله والدوله بصت لنا في حته ان احنا نخش مسابقه تميز حكومي، والحمد لله السنه اللي فاتت اخدنا فيها رابع على مستوى الجمهوريه. بنهدف السنه دي ان احنا باذن الله نبقى متواجدين في مركز اول. دايما الدعم كله بيجي لنا من القيادات العليا بتاعتنا. ربنا كرمنا الحمد لله برئيس مجلس اداره متفاهم قد ايه احنا محتاجين ان احنا نساعد العميل. رئيس قطاع تجاري بيمشي معانا خطوه بخطوه ان احنا ازاي ان احنا نشتغل مع العميل بصوره كويسه، ازاي نوصل له فكره ونغير له فكره ان هو جاي جهه حكوميه. لا، انت جاي مكان تاخد فيه خدمه من اعلى مستوى. سياسات الدوله طبعا بتشاركنا في الموضوع ده. وده ليهم كل الشكر في ان احنا كل خطواتنا الحمد لله محسوبه وبدراسه معينه، ان ازاي اوصل ان انا اوصل خدمه للعميل بصوره احسن وبصوره تكون مبسطه ليك. طبعا كبار السن عندي وليهم خدمه، حاجه اسمها خدمه دليفري. انا بطلع موظف من هنا بيروح لحد عنده بيقدم له على الخدمه بتاعته، ياخد كل مستنداته، ياخد كل الشكوى بتاعته، وبيجي هو هنا هو اللي يشتغل مكانه، وبيبقى باجر رمزي جدا طبعا، حاجه لا تذكر يعني. الفئه المتوسطه من العمر اللي قادره تتعامل مع السوشيال ميديا فعلا متعامله معايا بشيء كويس جدا، وفعلا بدات تتجاوب معايا كويس، لان انا الموضوع ده شغال عليه بقاله كذا سنه. الحمد لله وصلنا لمرحله ان احنا دلوقتي بقى خصصت 2 موظفين باجهزه اونلاين ان انا يقدر يصد على شغل السوشيال ميديا بتاعي. الحمد لله الشكاوي كلها بقت بستقبلها عن طريق الواتساب. بقى ليا صفحه على الفيس جمع كل الفئه العمريه اللي موجوده على المحيط الجغرافي للفرع. بقدر كمان ان انا اساعد الفئه دي ان انا اقدم لهم على اي خدمه داخل جمهوريه داخل شركه مياه شرب اسكندريه في اي فرع إن كان. يعني انا بيجي لي فئات عمريه كتير قوي بيحتاج ان هو يقدم شكوى في فرع مثلا العمريه، فرع الساحل. باقدمها له من عندي من هنا وباتابعها له، وكمان بتخلص من خلالي من هنا، وكل ده عن طريق السوشيال ميديا.
الخطة المستقبلية لينا إن شاء الله بإذن الله إن إحنا هنعمل جامد جدًا فعلًا على إن إحنا نغيّر الفكرة بتاعة الجمهور لمّا بييجي يتعامل مع مؤسسات حكومية، إن هم بيبقوا زهقانين وما فيش تنسيق، ما فيش ترتيب، ما فيش أي حاجة. إن شاء الله هنخلّيهم يخشوا، يعني عايزة أقول لِك إيه، يخشوا الخدمة إن شاء الله تخلص على طول، تبقى فوق الممتاز، ويبقى في إسعاد جامد أوي وعارفة، وممكن يعني طبعًا ده غير اللي إحنا نروح لهم يعني لحد بيتهم، يعني دي خدمة إن هو لمّا ييجي يبقى هنا فوق الممتاز، وبرضه لو رُحنا لهم بيتهم يبقى فوق الممتاز إن شاء الله. كريم نبيل إبراهيم، رئيس قسم العدادات فرع الرمل. دلوقتي الحمد لله يعني الأول كان الموضوع فيه شوية صعوبات بالنسبة للقرايات بنقابلها على الطبيعة والسجلات كل المواضيع دي بدأت تتحل. بدأنا نغير الفكر والمنظومة شوية بتاعة الشغل، اشتغلنا بالهاند هيلد، ساعدنا برضو بسرعة إن احنا ندخل قراية، بنعرف القارئ على الطبيعة شغال فين، الموقع بتاعه فين، هل هو بيسجل قراية. القراية بتنزل لنا طبعا على طول على الجهاز عندنا، بتسمع على طول. كل ده بيبقى بالنسبة لنا سرعة في الإنجاز طبعا. ونتأكد بقى من الموضوع بقى مفيش حد بقى بيحط قراية من دماغه ولا بيضرب ولا الكلام اللي هو المواطن دلوقتي معاه الرقم الإلكتروني بتاعه، بيحط القراية بتاعته بتنزل على طول في استهلاكه الشهري بتاعه، وهو بيحاسب عليها. حتى لو أنا تعذرت إن أنا رحت أو حاجة، هو على طول قرايته اللي بيحطها أنا بعتمدها معايا، وبتقارن معايا برضو إن القارئ راح ولا ما راحش برضو تأكيدا للموضوع. حتى القارئ راح، هو بيبدأ يجيب القراية بتنزل على الموقع عندي، بقارنها بالقراية اللي موجودة، بتأكد معايا إن الاستهلاكات فعلا صحيحة. ودي بالنسبة لي طبعا بتوفر عليا برضو في العمل كتير يعني. والمشترك بالنسبة له بيبقى فيه ثقة إن هو القراية اللي حطها يحاسب عليها. وأنا بالنسبة لي برضو أكدت شغلي وأكدت العمل بتاعي يكون برضو أحسن تقنية الحمد لله.